ليه بتخسر أي مفاوضة حتى لو معاك كل الأسباب؟ روبرت جرين قال جملة هتغير نظرتك في أي مفاوضة: لا تبرر ولا تفسر، وصمتك أبلغ اندفاعك. ليه؟ لأنك لما تحس إن أنت لازم تشرح نفسك، فأنت كده بتقول للي قدامك أنا محتاج الموافقة بتاعتك. كل تبرير بتقوله أنت بتنزل نفسك من مكان الشخص اللي واثق في قراره لمكان المتهم اللي بيدافع عن نفسه. أخطر من كده إن أنت بتديله سلطة القاضي من غير ما هو يطلبها. الصمت مش معناه إن أنت ما عندكش رد. الصمت أحيانا بيكون فخ، بيسبب للي قدامك إنه يواجه شكوكه لوحده، بدل ما أنت تفضل تشرح وتبرر ليه كل الأفعال، لأن كل معلومة زيادة تتحول لنقاط ضغط عليك. بس السؤال هنا، هل ممكن جملة من كلمتين تخلي الطرف التاني يرجع يطلب منك سعر أقل؟ لو عايزني أبعت لك 7 جمل تخليك تكسب أي تفاوض، اكتب صمت في الكومنتات. صلي على النبي، كمل معايا الفيديو وهقول لك. جملة من كلمتين خلت مورد كبير يرجع ويخفض السعر من غير أي تفاوض. صاحب مصنع صغير خد عرض من مورد كبير إنه يورد ليه كميات أكبر بسعر أقل من سعر السوق. كل الناس اللي حواليه قالوا له اشرح واتكلم ودافع عن قراراتك. لو هو رفض، هو بقى ما عملش كده، سمع العرض وقال له شكرا، هرد عليك. المورد اللي جاله وكان واثق إنه هيقنعه فضل يفكر جواه، هو ليه ما ردش عليها على طول؟ هو عارف حاجة أنا مش عارفها؟ ولا في مورد تاني عرض عليه عرض تاني بسعر أقل؟ رجع المورد بعد يومين وخفض السعر لوحده، ده من غير صاحب المصنع ما يقول له ولا كلمة زيادة. تفتكر ليه حصل كده؟ لأن صاحب المصنع ما وقعش في فخ التبرير. لو كان قاعد يشرح ليه العرض ليه مش مناسب، كأن بيدي المورد معلومات مجانية يعرف يطلع منها نقاط ضعف، وساعتها كان هيعلي عليه السعر. كأنه بيحول نفسه من صاحب قرار لشخص بيتفاوض وهو ضعيف. طب لو الصمت قدر يخلي مورد يرجع يخفض سعر من نفسه، تخيل ايه اللي ممكن يحصل لو استخدمت نفس الاسلوب مع عميل او مع موظف عندك. لو عاوز الخطوات اللي تخليك تتفاوض مع اي حد، اكتب في الكومنتات خطوات وهتوصل لك. وصلي على النبي. 3 مواقف بتتحط فيهم كل يوم، كل واحد فيهم السكوت ممكن يكسبك اكتر من ان انت تتكلم. 1، العميل بيشتكي من السعر، بدل ما تقعد تبرر له كل عنصر في الخدمة بتاعتك، قول له الأرقام دي مبنية على قيمة حقيقية، وبعدها اسكت، لأن كل كلمة هتقولها زيادة هتفتح له تفاوض جديد. 2، لو موظف مش مقتنع بقرارك الجديد، بدل ما تقعد تقنعه وتفضل تبرر له في قرارك، تقعد معاه ساعة تتكلم، وضح قرارك مرة واحدة بس، لأن كل شرح هتشرحه له هتثبت له إنك مش واثق من قرارك. 3 حاجة، لو شريكك بيشكك في قراراتك الاستراتيجية، رد بجملة واحدة واضحة، وسيب النتائج هي اللي ترد عليك بعدين، لأن الشخص اللي مش بيتكلم كتير كلامه بيبقى أتقل لما يتكلم. السؤال هنا، هل دايما السكوت قوة، ولا السكوت في مواقف معينة ممكن يضرك؟ صلى على النبي وهقول لك. كل مرة حد بيستفزك وبتدخل تبرر له إنك صح، فأنت كده بتخسر من غير ما تاخد بالك. الصمت مش رد غياب، الصمت فخ، بيسبب للي قدامك إنه يواجه شكوكه لوحده، وإنه يعيش مع خياله بدل ما تتعب نفسك في الشرح. اتكلم لما الكلام يكون فعلا هيغير حاجة، مش محاولة إنك تكسب تفاوض وتحسين فكرة للشخص اللي قدامك. مش كل سؤال محتاج إجابة طويلة، ومش كل اتهام محتاج دفاع، ومش كل رفض محتاج تبرير. المرة الجاية لما حد يستفزك عشان محتاج التبرير، اسكت وشوف مين اللي هيرجع من نفسه ومين هو اللي هيتفاوض. بس برضه مش دايما الشخص اللي بيتكلم هو الأقوى، لأن أحيانا أقوى شخص في الغرفة اللي مش محتاج يثبت نفسه لأي حد. المرة الجاية قبل ما تشرح نفسك، اسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا بتكلم علشان أوضح موقفي، ولا بتكلم علشان الشخص التاني يوافق عليا؟ ولو وصلت لحد هنا، صلي على النبي.